ركز معايا كده. كل الأماكن اللي بتخش تشتري فيها مشاريب بتلاقي فيها دايما 3 اختيارات: صغير، وسط، وكبير. المفاجأة إن السعر اللي دايما موجود ما بين الوسط والكبير بيكون قريب جدا، فتلاقي نفسك بتقول طب ما أجيب الكبير لأن دي الصفقة الأحسن من ال3 اختيارات اللي قدامي. الموضوع ده مش صدفة، دي خدعة نفسية في البيزنس واسمها ديكوي إيفكت. أكبر البراندات اللي موجودة في العالم بتستخدم ده يوميا علشان تضاعف مبيعاتها وانت مش واخد بالك. زي مثلا لما بتخش السينمات وتلاقي دايما في 3 اختيارات للفشار، او لما بتخش ستاربكس وتلاقي ان قدامك 3 اختيارات للمشاريب، وتلاقي المشروب اللي في النص هو سعره قريب جدا من المشروب الكبير. وفي الحقيقة هو المشروب اللي في النص هم مش عايزين يبيعوه، هم بيحطوا المشروب اللي في النص ده علشان يحسسك انك انت محتاج تشتري الكبير وان ده اوفر ليك. واحنا كبشر بشكل عام اغلبيتنا لا يميل للاحجام الصغيره لان بنشعر وكانه مش هيكون كفايه لينا. وصدقني الديكوي افكت مش لازم يتعمل فقط في الحاجات اللي فيها احجام. تعال ناخد مثال مثلا في مجال الملابس. لو عندك 3 تيشيرتات وموجودين جنب بعض، تيشيرت بيزك وخليت سعرها قليل جدا، و2 تيشيرت شكلهم حلو قوي وشكلهم قريب من بعض، وفي تيشيرت منهم بالذات هي اللي انت عايز تبيعها. قرب سعر الاتنين من بعض، هتلاقي الناس دايما بتروح للاغلى لان شايفين ان فرق السعر قليل جدا. ودي الفكرة في عرض المنتج للعميل بشكل مختلف يخليه سايكولوجيكلي او نفسيا يتفاعل مع المنتج بتاعك اللي انت عايزه يتفاعل معاه. لو عايز تتعلم اكتر عن ازاي تبدا الاونلاين براند بتاعك خطوه بخطوه، عملت لك كورس مدته 9 ساعات موجود اونلاين متسجل، بيمشي معاك من اول ازاي تختار المنتج لغايه ازاي تصمم الموقع لغايه ازاي تعمل اعلانات وتسكيل الارقام بتاعتك. الكورس متاح دلوقتي وهتلاقي اللينك موجود تحت في الفيديو. شكرا.